السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. جايلكم من احسن مكان في الدنيا كلها. انا هنا ورايا الروضة الشريفة، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا الدعاء صلوا على قد ما تقدروا، ادعوا كتير، الدعاء ان شاء الله مستجاب. اول ما تخشوا طبعا روحانيات كتير جدا. هسيب لكم طبعا الفيديو، اتفرجوا من جوه ومن بره وتابعوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم يعني، وربنا يكتبها يا رب لكل مشتاق. صلينا العصر ورحنا ناحية القبة الخضراء زي ما ظاهرة قدامكم كده على الشاشة. القبة الخضراء دي هي مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلومة للي ما يعرفش ان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اكرم على السيدة عائشة وجعل قبر الرسول داخل حجرتها، داخل الغرفة بتاعتها. بجانبه على طول قبر سيدنا ابي بكر، بجانبه قبر سيدنا عمر عليهم السلام. وطبعا موجود منبر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بيأذن عليه وكان بيصلي عليه. وزي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، فهو ده مكان الروضة الشريفة. زي ما احنا شايفين ده باب 369 اللي هو الباب الخارجي للحرم. قدامه على طول باب السلام، وتقريبا باب السلام رقمه 37. ده الباب اللي بيدخلوا منه الرجال أو السيدات للروضة الشريفة. أوقات الروضة في أوقات للسيدات وفي أوقات للرجال. قدام شوية كده واحنا ماشيين في الفيديو هعرفكم ازاي تدخلوا الروضة الشريفة سواء بتصريح أو بدون تصريح، وهنشوف مع بعض يعني. كملوا الفيديو إن شاء الله تستفادوا. هنا بقى كان فيه بعد كل صلاة مسموح للرجال ان هم يدخلوا يسلموا على الرسول وعلى الصحابة سلام فقط بدون صلاة، يعني بيدخلوا يسلموا مش بيخشوا الروضة ويصلوا ويدعوا. الروضة ليها اوقات ان انتوا تدخلوا تصلوا وتدعوا وتسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني، وتصلوا بقى على قد ما تقدروا. المفروض مننا ان احنا لما ندخل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في اداب للسلام. ما ينفعش نرفع صوتنا، ما ينفعش. في ناس كنت بشوف ناس بتدخل تمسح ايديها على القبر، وفي ناس بتدعي او تطلب طلبات من الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده لا يجوز. لما تدعي ادعي من ربنا. انتي بتخشي بس مجرد ان انتي بتسلمي على الرسول عليه الصلاة والسلام، بتقولي لنفسك فيه للرسول عليه الصلاة والسلام احساس لا يوصف. احساس ان انتي داخلة والرسول حاسس بيكي وسامعك. انتي رايحة عند الرسول كأنك رايحة في بيته، رايحة مكانه. ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق. بتسلمي عليه، بتقولوا يعني انت كل واحد ليه صيغة في السلام، كل واحد ليه. قولي اللي في قلبك، مش شرط تحفظي اللي مكتوب قدامك، اللي يطلع من قلبك قوليه. السلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، نعلم بأنك أديت الأمانة وأتممت الرسالة. كده يعني ادعوا باللي يجي في بالكم، باللي انتوا حاسينه. انتوا هتلاقوا نفسكم وانتوا داخلين بتعيطوا لا إراديا. إحساس إن أنت داخلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام إحساس لا يوصف. من بره كده من قبل ما تخشي وأنت خلاص أنا داخلة يا ربي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هتلاقي إحساس تاني، هتلاقي نفسك بتعيطي، دموعك بتنزل لوحدها. فالمهم الرجالة بعد كل صلاة ليهم ان هم يخشوا كده يرفعوا ايديهم ويسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى سيدنا ابي بكر وعلى سيدنا عمر عليهم السلام. تمام. نيجي بقى للروضة الشريفة بالنسبة للسيدات. طبعا في اوقات ساعة ما انا كنت موجودة كان السيدات بعد العشاء، وفي اوقات بعد الفجر. طبعا بعد الفجر دوت بتصريح، وبيكون اكتر الاوقات بيدخلوا الشركات الجروبات اللي هي طالعة تبع شركات، وبيكون في اذن وتصريح المشرف بقى ايه هو اللي بيدخلهم. وبعد العشاء اللي بيدخل الروضة الناس اللي معاها تصريح، اللي معاها تصريح جايباه منين؟ طيب من موقع نسك،
وفي مواقع تانية، بس انا عملت التصريح من موقع نسك. انت بتنزلي الابليكيشن عندك على الموبايل، وبتسجلي بتكتبي يعني رقم الباسبور والتأشيرة اللي انت طالعة بيها العمرة او الزيارة، وبتحددي لنفسك اليوم اللي انت رايحة فيه. عايزة اقول لكم بقى ان الابليكيشن معظم الوقت بيبقى مليان، فانتوا يوم الجمعة الابليكيشن بيفتح، تحاولوا بيفتح 12:30 12:10، يا بعد الظهر يا بعد العشاء. انتوا حاولوا كل شوية كل نص ساعة كده حاولوا تدخلوا تسجلوا ميعاد على الابليكيشن، علشان دايما بيبقى مزدحم. انا على بال ما اخدت ميعاد في الروضة قعدت وقت طويل. هنا بقى انا بوريكم قد ايه الزحام بعد العشاء، وده للناس اللي معاها تصريح على الموبايل. انت بتبقي طبعا بيطلع لك التصريح، بتروحي بالموبايل وبتوريهم ان انا اهو معايا تصريح ان انا اخش الروضه. لو انت مش معاكي تصريح مش هيدخلوكي، بيبصوا على موبايل. شايفين بقى قد ايه الزحام ده؟ الكلام ده كان بعد العشاء. عايزه اقول لكم ان انا الايام اللي روحتها يوميا كنت بدخل الروضه بتصريح وبدون تصريح، وهقول لكم ازاي. طبعا احنا وقفنا طابور اللي احنا شفناه في الاول، وبعدين دخلنا على طابور تاني، وبعدين على طابور تالت، وجوه طبعا كل ده احنا لسه ما دخلناش الروضه. جوه في طوابير تانية غير الناس اللي بتبقى في الروضه، غير الناس اللي بتخش من باب تاني بدون تصريح. شايفين الزحام؟ بس هما يعني منظمين قوي. من بعد ما عملوا التصريح يعني لدخول الروضة بقى الموضوع منظم قوي. هنا كنا دخلنا الروضة الشريفة، وطبعا السيدات ما بيبقاش يعني بيبقى فيه كده حاجز، شايفين الحاجز الابيض دوت ما بينهم وما بين جزء صغير من عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لان طبعا بيبقى فيه الرجالة برضو بيدخلوا زي ما احنا شايفين كده. ده منبر الرسول، بس هو يعني ورا الحاجز الابيض، هتلاقوه كده على اليمين اهو، شايفينه؟ ده منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. انا اهو كبرت لكم. وهنا شكل الروضة الشريفة من عند الرجال، لان الرجال ما عندهمش حاجز، فمبين لكم المكان اكتر. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام على الشمال اهو اللي بالاخضر ده، تمام. وهنا كانوا بيصلوا طبعا وبيدعوا. انت بتخشي بتصلي زي ركعتين تحية كده، وبتدعي باللي انت عايزاه. تخيلوا ان انتوا في مكان قطعة من الجنة، الدعاء فيها مستجاب. انا لما رحت قبل كده العمرة اللي فاتت كل دعاء دعيته داخل الروضة الحمد لله استجاب يعني. فادعوا باللي نفسكم فيه، انتوا هتحسوا بروحانيات غريبة، هتلاقوا نفسكم بتعيطوا تلقائيا زي ما احنا شايفين كده. ده كده الزحمة دي وهم ابتدوا ينسقوا الموضوع شوية، تمام. هنا بقى كنت بوريكوا دخول الروضة من عند السيدات بس من باب تاني. انت بقى لو ما لحقتيش تعملي تصريح او مش عارفة تعملي تصريح، هقولكوا انا كنت بدخل الروضة يوميا ازاي. في باب رقم 32، اسألي فين باب رقم 32، هتدخلي منه بعد صلاة العشاء مباشرة. تصلي العشاء وتروحي وتكوني محضرة نفسك وتروحي، هيقعدوكي كده في المسجد وينظموكوا، وبعدين بيفتحوا لك ويدخلوكي الروضة. هنا كنت داخلة من عند باب 32، بيدخلوكي الروضة مش محتاجة بقى تصريح، دوت مخصص للناس اللي ما معهاش تصريح او ما حجزتش او كده. بس بتخشي الروضة من الجنب التاني، يعني انت لو بتخشي في من عند باب السلام من جنب ده من جزء تاني يعني. واحنا كده كنا داخلين، وبرضو هوريكم قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهوريكم المنبر، بس يا رب يبقى ظاهر، لان انا بقدر الامكان بحاول ان انا وانا بصور ما اجيبش لو يعني سيدة منتقبة ورفع النقاب بحاول ما اجيبهاش. هنا بوريكم وانا واقفة في الطابور وخلاص داخلة. احنا كده دخلنا هو على شمالنا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا الروضة الشريفة ده مكان الصلاة.
وعلى يميننا برضو منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول قال: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. بأكدها عليكم ان دي قطعة من الجنة. سبحان الله، احساس جميل. ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق، واللي ما طلعش تصريح ما يقلقش، روحهم بعد صلاة العشاء. واحيانا الجروبات بتاعت الصبح ممكن تستأذني من المشرف لو حد ما جاش يدخلك. هنا هو بوريكم ده المنبر بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هو مش ظاهر قوي عشان الحاجز اللي محطوط، وقبر الرسول على الشمال اللي بالاخضر. بس بتصلي وبتدعي وبتسلمي على الرسول وانت طالعه، وربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.